سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله وجدت معكم طبق ديال الرفيسه بالتريد. البسيط اللي كيجي ساهل وكيجي زوين مناسب في هذا البرد. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. عندنا هنايا في الكوكوط غادي نضيف 4 كاس ديال الزيت، تقريبا زيت المائده. غادي نضيف الدجاج، انا عندي مقطع، كان عندي في الفريغو. انا ديجا كنحيد له الجلده ديالو. المهم نتوما ديروا القياس اللي عندكم والقياس على حسب شحال نتوما. وممكن انكم تضيفوا الدجاجه كامله الى غادي يعني الا بغيتوا ديروها للضياف او لا على شي مناسبه. المهم نفس الطريقه نفس المقادير، غير كيختلف غير في الدجاج، يا اما هكا يا مقطع كديري غير اللي عندك في الدار، اولا كديري الدجاجه كامله. هنا غندير 3 ديال البصلات كنقطعهم هكايا طرونشات. صافي عندي 3. نتوما على حسب الكميه ديال الدجاج. وغادي نضيف هنايا الربيع مربوط غسلته وربطته. وهاد الفصوص ديال الثومه كنلوحوهم هكاك. الا عندكم الثومه هكاك ركوبه غسلوها ولوحوها. عندنا الملحه على حسب الذوق، وعندنا هنايا معلقه ونص ديال الخرقوم مطحون، معلقه ونص ديال سكنجبير، معلقه صغيره، ونص معلقه ديال الابزار، وعندنا تما داك زعفران الشعره. مهم نتوما الكميه كتبقى على حسب الدجاج. هنايا عندي الحلبه كيف ما كتشوفوا تقريبا راه معلقه كبيره عامره، وهنايا هاد الزليفه ديال العدس انا غادي نغسلهم عاد غادي نضيفهم. صافي هنايا ضفت كل شيء تقريبا. غادي نزيد غير السمن، غندير معلقه صغيره ديال السمن. المهم انايا راه ما شحرت حتى شي حاجه، درت كلشي في الكوكوت. هذه رفيسه ديال خفا زربا درت كلشي في الكوكوت وكنمرق صافي كنسد عليها. هنا درت المساخن. هنا المساخن كيجيو رائعين ملي كطيبيهم فيها. عاد كان من بعد كان عاوتاني كنحطهم في الطبله ملي كنبغيو ناكلوها. يعني الناس اللي كيبغيو المساخن بطبيعه الحال. المهم الحامله ما تاكلش المساخن ما ديرش حتى الحلبه. هنا صافي كنمرقوا القياس ديالنا حتى تغطات ليا داك الدجاج وداك اللي قامه ديالي اللي عندي تما. صافي غنسد عليها ونديرها طيب. بالنسبه للتريد كناخذ كيلو ديال الفورس حرش، وكناخذ نص كيلو ديال سبيسيال اولا الفينو. نتوما كتبقى على حساب الكميه. دابا هنا غادي نقادها معاكم، غادي يبان لكم شحال ديال التريد دار ليا. هنا كناخذوا الملحه كتبقى حسب الذوق، يعني انا كناخذ غير بيديه كيف ما كتشوفوا. صافي كنعجنوا بالماء دافين شويه على حسب البرد. في الصيف كنعجنوا بالماء عادي، يعني من الروبيني كنعجن به. صافي البنات كنعجن بطريقه عاديه ديال الرغايف. الطحين والملحه هنايا خليتهم يرتاحوا صافي، وهنايا كنبقاو من بعد ما كيرتاحوا هما راه مدلوكين مزيان مزيان. ما بغيتش نوريكم كلشي باش ما يجيش الفيديو طويل. هنا كنقطعوهم، هنا كنوريكم غير يعني تقطع لك صغيورين، كريكيبات صغيورين. صافي كنستفهم بهاد الصينيه مدهونه كنحطهم هنايا يرتاحوا. كتجينا هاد الكميه هادي، وانتم ممكن تضاعفوا الطحين على حسب شحال العدد ديال الناس. صافي كنطلقهم هنايا. هنا درت المقله كتسخن، درت فيها الزيت المره الاولى. صافي غنبدا نطلق، تندير يدي في الزيت مره واحده وكنبدا نطلق. واخا كنشوفها ناشفه ما غاديش نزيد ليها الزيت، يعني أنا ماشي بحال الرغايف هادو التريد كيكونوا ناشفين. منين غنبغي نديرها في المقله، انا طيبت الاولانيه هي اللي كتكون مزيته شويه على حساب يلا كنكون زيت المقله ديالنا سخونات. يلا كنحطها كنتسنى عليها غير واحد شويه كيف ما كتشوفوا كتبدا تنشف كنقلبها. صافي دابا كنبقى ندورها دغيا دغيا كطيب. ما كنزيد ليهاش الزيت حتى كندوز شي 3 4 د الوحدات. عاد كندير شويه ديال الزيت في المقله. هنايا ملي كنبغي نطلقها كندير يدي في الزيت صافي وكنبقى نطلق. كندير يدي يعني غير باش تمشي معايا دغيا تجيني سهله في الطليق. وواخا كتقبلينا راه ماشي مشكل لان اصلا غادي تقطعوا. صافي كنبقى على هاد الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه كيف ما كتشوفوا. كنبقى انا نقلبها يدهنا ويدهنا حتى كنكمل الكميه ديالنا كيف ما قلت لكم دغيا كيطيبوا. وصافي يا البنات، اللي اول مره كتزور القناه ما تنساش تشترك فيها وما تنساش تخلي لي شي تعليق. والملاحظات ديالكم كنستافد منهم. وصافي كنبقى نكمل الكميه ديالنا كامله على نفس الطريقه.
كيجيو ساهلين ولذاذين. وهاد الرفيسه راه ديال ديال البرد وبسيطه درتها لكم، يعني غير ديال الدار كيف ما قلت لكم في الاول، يعني راه ماشي ديال الضياف. الا كنتو غادي ديروها للضياف غديروا الدجاجه مقاده، يعني الدجاجه صحيحه باش كتجي في الحطه ديالها كتجي زوينه. اما غديروا ديال الدار ماشي مشكل، يعني كتقضيو باللي عندكم في الدار، ما نصعبوش علينا الامور. صافي اهم حاجه هي المكونات راه نفسهم، نفس داكشي اللي غادي نديرو في الا كانوا الضياف، نفس داكشي اللي غادي نديرو الا غادي نقادوها لراسنا، كتختلف غير في كميه ديال الدجاج. صافي يا البنات كنكملوا على هاد الطريقه هادي، وصافي كيجينا على هاد القياس. راه كيجي فيه تبارك الله كميه كثيره كتجي. هنا دابا انا كنوريكم، يعني ملي كيبقاو يعني راه كينشفوا شويه عادي، حنا غادي نقطعوهم بالطريقه ديالنا العاديه. المهم الا بغيتو ديروها داكشي الطريقه ديال البريستيج غتقطعوهم بالمقاس وداكشي، انا كنقطعهم بيدي على هاد الطريقه هادي حتى كنكمل الكميه ديالنا كامله. نتوما الا كنتو غادي تصايبوا التريد بحال اليوم ولا غد ليه عاد غادي تقدموها، ديك الساعه داك التريد اللي قطعتو كامل غادي تفوروه، يعني غديروا الماء في الكسكاس حتى يسخن وديروا في البرمه التريد ديالنا في البرمه وخليو التصفيره تطلع عليه، يعني كيسخن وكيطلق راسو. صافي يا البنات هنا كنحط الحطه ديالنا، انا كنوريكم كيفاش كيجي في القصريه، وهنا كنقدموا لكم على هذه الطريقه هذه. عندنا هنايا العشوب المسخن درناهم من الفوق، وصافي زوقت بالبيض، درت لكم طبق عادي وزوين بزاف. والناس اللي كلاو عندي الرفيسه راه غادي يعرفوني على اش كنهضر، وبالصحه والراحه.